نرد النهارده على استفسار أحد متابعينا الكرام بخصوص معنى كلمة الارتشاح. يعني بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. زي حضراتكم، أنا دكتور أحمد الشربيني، أخصائي أمراض القلب. إيه أسبابه؟ هو ارتشاح بصفة عامة معناها إنه كمية المية في هذا الجزء من الجسم زادت عن الحد المسموح به. يعني مثلا نسمع كلمة إنه فلان جاله ارتشاح على الركبة، ده معناه إنه في تبقى نسبة مية بسيطة حوالين مفصل الركبة، المفروض إن المية دي زادت عن حدها. كذلك برضو نسمع إحنا بقى في شغلنا عن كلمة الارتشاح الرئوي. الارتشاح الرئوي يعني كمية المية اللي تراكمت على الرئة زادت عن اللزوم لدرجة ابتدت تعوق وظيفة الرئة اللي هي تنفس. ده اختصارا كلمة ارتشاح. يعني ارتشاح زيادة كمية المية لسبب ما. الأسباب بتختلف طبقا للعضو اللي تراكمت فيه المية، والعلاج الرئيسي هو علاج السبب. ثم في بعض الاوقات ممكن سحب الميه لو كانت الكميه زياده عن اللزوم، زي نسمع عن كلمه ارتشاح الغشاء البلوري او الغشاء التاموري، اللي هي الاغشيه اللي محيطه بالقلب والرئه. هو ايه المشكله، او احنا ليه بنزعل من الارتشاح او من كميه الميه زياده؟ لان كميه الميه زياده دي بتخنق العضو وبتعوقه عن انه يقوم بوظيفته اللي ربنا خلقه عشان كده علاجه بيتضمن علاج السبب الرئيسي. والجزء الثاني هو انه في بعض الحالات لو الكميه زياده وبتعوق مسار العضو بصوره كفايه، ساعتها بنضطر ان احنا نسحب الميه دي. ندعو لوالدي بالرحمه والمغفره، ندعو لاهالينا في غزه بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.